هنعمل النهاردة مع بعض صينية رقاق. معانا طبعا لحمة معصجة. طبعا الكل عارف بيعصج اللحمة ازاي. بنحط بصل على النار وندبلها في معلقة سمنة او معلقة زيت حسب ما كمية اللحمة اللي بنعملها، وبننزل بعد كده باللحمة ونقلبها فيها ونحط لها شعرة فلفل اسود وملح ورشة قرفة صغيرة. ما بحبش اضيف توابل كتير للعصاج عشان يفضل طعمه فيه. معانا هنا زبدة سايحة، ولما بيكون عندي قشطة بحط الزبدة على قشطة. القشطة بتخلي الرقاق طري قوي. معانا طبعا صينية مدهونة سمنة كويس جدا علشان الرقاق ما يلزقش فيها. ومعانا هنا كده دي شوربة سخنة ضايفة عليها كوباية من اللبن، وهحط لها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. شايفين الفوران اهو. بعد كده هنبتدي بقى نشتغل. هنحط الرقاق كده. دي صينية صغيرة انا واخده لها بالظبط 8 رقاقات، احط 4 فوق و4 تحت عشان يبقى الرقاق طري ورقيق ما يبقاش تخين. ونبتدي ننزل في الصينية بتاعتنا كده. هو طبعا لسه سخن فانا ببله كده وهحطه على بعضه بيطرى كده، وبرجع اشيله تاني واحط ما بين الطبقات سمنه. ندهن الزبده او السمنه او القشطه. وانا حاطه في الشوربه يا جماعه واللبن حاطه معلقه سمنه كبيره محترمه كده برضو. كده مثلا عملت 3 رقاقات بقوم شايلاهم كده اهو، احطهم جنبي على ما يطروا شويه. طبعا احنا بنظبط الرقاق على قد حجم الصينيه بتاعتنا كده اهو كده. نبتدي بقى ندهن الزبدة بتاعتنا ما بين الطبقات وبعضها. دي كده الرقاقة التانية. انا طبعا بلاها فبدأت تطرى، ونقتنيها من هنا كده ومن الجناب، مرة من الجنب ده مرة من الجنب ده. دي كده الرقاقة التالتة. نظبطه كده، نحط زبدة دهنات خفيفة علشان ما يبقاش دسم قوي، بس في نفس الوقت الزبدة بتخليه يورق، والزبدة والقشطة بالذات بيخلوه طري ومبيبقاش دسم قوي، وفي نفس الوقت بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. نبتدي بقى نحط الطبقة الرابعة كده بنبل. كده حطينا الطبقات بتاعتنا اللي تحت. هنبتدي بقى ننزل بالعصاج بتاعنا كده. ممكن علشان العصاج ما يتفرطش مننا واحنا بنقطع الرقاق نضيف جبنة موتزاريلا على الوش بتاع اللحمة، بس انا يعني بحبه كده بالطريقة التقليدية بتاعت ماما. بحب الطعم بتاعنا بتاع زمان ده، ما بحبش الرقاق والحاجات دي. يعني الحاجات اللي هي التراثية بتاعتنا دي نلعب فيها كده. في ممكن ناس تضيف فلفل اخضر فلفل الوان. انا بحب طعم الرقاق باللحمة التقليدي بتاعنا مش اكتر من كده. بس كده وزعنا اللحمة بتاعتنا اهو. هنبتدي بقى نرص بقية الطبقات بتاعتنا كده. بعد ما حطينا اللحمة هنبتدي بقى نعمل طبقات الرقاق اللي معانا اللي باقيه. ما نحاولش نتخن طبقة الرقاق قوي علشان الرقاق يبقى مقرمش ويبقى طبقاته كويسة، ما يبقاش تخين قوي كده. نحط ندهن زبدة، واهم حاجة ان الصينية تكون مدهونة سمنة كويس جدا جدا من الجناب ومن كله علشان الرقاق ما يلزقش فيه واحنا بنقلبه.
نبتدي بقى نحط بقية الطبقات بتاعة الرقاق اللي باقية معانا ونرجع لكم. كده خلصنا الطبقات اللي فوق، بنحط بقى الزبدة على الوش كده. يا سلام بقى كمان لما بيكون في قشطة وبنحط الخليط ده، خليط التوريق ده بيبقى قشطة على زبدة، بيبقى حكاية بقى. انا بقى كده خلصت. انا بغطي صينية الرقاق زي ما بعمل في الكنافة بالظبط، وادخله في الفرن على الرف اللي تحت على اعلى درجة. بيحمر من تحت، بقوم قلباه على الناحية اللي فوق واسيبه برضو يحمر، وبعد كده بنطلعه ونقدمه مع بعض. هنا الرقاق اهو بعد ما دخلناه الفرن وغطيناه، ولما احمر من تحت قلبناه تاني ودخلناه الفرن على الناحية اللي فوق. احمر قدامكم شايفين سنة اهو كده. هنقطعه بقى. ده الرقاق مقرمش ازاي، وبصوا طري من جوه ازاي، بصوا. سامعين صوت القرمشة؟ رائع، اتمنى تجربوه.